كل سنة وانتم طيبين. موسم الشتاء بدأ ومحتاجين أكلات تساعدنا على التدفئة. هنا شوربة لسان العصفور، تعالوا نشوف هنعملها ازاي بآنيتي الجميلة من أواني AMC. ظبطت الأوديو سيرم على برمجة علامة اللحمة، وزي ما احنا شايفين الابليكيشن طبعا بيساعدني إن أتابع آنيتي. هنا هشتغل على السفرة واستخدمت جهاز النافيجينيو المبدع، لكن أقدر أعمل كل ده على البوتاجاز عادي جدا. خلص الأوديو ووصل لعلامة اللحمة وعطاني ألارم هو والأبليكيشن. شلت الغطا وشلت الأوديو ونزلت بلسان العصفور بدون أي مادة دهنية. أنا كل اللي هعمله إن أنا هقلب كويس علشان كل حباية يبقى لونها زي التانية ذهبي. أقلبهم وزي ما احنا شايفين ما شاء الله نقلتهم من الآنية لبولة كلها كده، كل حباية لون التانية بالظبط. هاخد على قد اللي أنا عايزاه في الأكلة وهشيل الباقي في برطمان. وجبت الآنية بتاعتي وبدأت حطيت حتة سمنة بلدي صغيرة وبصلاية وبشر جزراية وبشر كوسة صغيرة مش كتير. طبعا انتي وذوقك عايزة أكتر من كده. هنا زي ما انتوا شايفين أنا حاطة الغطا كستاند حلو جدا على السفرة وأنا مطمنة، لأن الآنية بتاعتي كان فيها لسه مخزون حراري من تحمير لسان العصفور. لما وصلت لدرجة التحمير الممتازة نزلت بالكمية اللي أنا عايزاها من لسان العصفور اللي أنا محمراها، وبعدين الشوربة. طبعا الشوربة دي شوربة فراخ أو ممكن شوربة لحمة، وفيها توابلها ومظبوط الملح بتاعها وكل حاجة. هنا بدأت غطيت بالغطا العادي بتاعنا وهظبط على دقيقتين بعلامة الجزرة. طبعا استخدمت خاصية الأوتوماتيك، أنا عندي حاجة هتريحني وتخليني أتابع آنيتي. في الآخر أولا هتابع مع الابليكيشن وأنا في مكاني، وكمان النافيجينيو هيساعدني ويظبط درجة الحرارة مع الوقت. هنا الابليكيشن بيتابع لي أكلتي وأنا مش خايفة من أي حاجة تحصل. هيتابع لغاية لما يخلص الدقيقتين وعطاني زي ما انتوا شايفين 00، يعني خلاص الوقت عدى. هشيل الأوديو وبالهنا والشفا. أجمل شوربة لسان عصفور، كمان فيها خضروات يعني قيمة غذائية ممتازة، دهون قليلة جدا جدا، والآنية بتاعتي ما شاء الله زي الفل، مفيش حاجة لزقت مفيش حاجة شاطت، كل حاجة بدرجة ممتازة وألف هنا وشفا.